هلا سلام، ازيكم؟ مساء الخير. طبعا داير اعمل مخلوط الليلة، فراولة وموز ومعاه كيوي. هذه جبت الفراولة وقاعدة اغسل فيها. طبعا لما اخدت الفراولة من السوق يعني كانت ما شاء الله تحس بها كلها طازة وما فيها اي جزء تالف. اول ما جيت كبيت دي طبعا كربونات، كبيت ملعقة بتاعت كربونات ولا ملعقتين كده، ويلا كبيت الفاكهة. والله يا جماعة صهرت لي كمية بتاعت يعني جزء تالف من الفاكهة ما طبيعي. يعني أنا لو كنت في السوق كان عارفة كده ما كان أخدته. شايفين الموية لمن اتغيرت؟ ده شنو ده كله؟ يعني بتجي الجزء التالف بيجي طالع لما أنا أغسله كده، ده يعني بينضف وكده. بعدين في رواسب وفي حاجات كده كثيرة طلعت. المهم أنا بنصحكم غاية تغسلوا الفاكهة والخضار بالكربونات. والله سامحة خلاص. أنا زمان صراحة ما كنت مهتمة بموضوع الكربونات خالص. فالمهم فترة كده بقيت أغسل، فلاحظت إنه في مادة لزجة بتجي طالعة من الخضار والفاكهة لما تغسلين بالكربونات، فخلاص قلت وبنضيف لك، يعني بتحسي برواسب وبشنو كده حاجات بتجي طالعة والجزء التالف كله بيظهر لك لو كان مثلا ما ظاهر وكده. فالمهم اعتمدت الحركة دي. فيلا هسي زي ما شايفين هسي انا بقطع فيه. والله يعني جزء كتير بشيله بالسكين بري اهو، ده التالف ده. ولما انا اخدته من السوق يعني في الصندوق ما كان فيه اي جزء تالف ظاهر، يعني تشوفيه كده كله طازه وسمح وكل شيء. شايفين هسي كده بس بشيله بالسكين الجزء اللي شايفاه كعب ده. لكن بصراحة الكربونات دي طبعا رهيبة، والله أنا اكتشفتها مؤخرا صراحة يعني. زمان ما كنت يعني خدت بالي ليها كتير كده. فهسي زي ما شايفين المهم بقطع هناي بقى الفراولة وبشيل الجزء الكعب ده برا وبنضفه وبقطعها كده مكعبات. وبعد ذاك بجي بقطع عليها الموز برضه مكعبات. ويلا شنو بجي عندي كيوي بس واحدة، لأنه الفراولة فيها حموضة والكيوي ده برضه شايفاه حامض شديد المرة دي. فقلت خلاص أقطع بس واحدة بتكفي. فالمهم زي ما شايفين طبعا الموز أنا ما غسلت بالكربونات بس غسلته بموية عادية وقشرته. المهم فيلا زي ما شايفين. على كل حال يا مدامات، لو بتغسلوا بالكربونات اهلا وسهلا، كم ما بتغسلوا بالكربونات انا بنصحكم غسلوا الخضار والفاكهة قبل ما تستخدموه بالكربونات. جيبي لك كورة كبيرة ولا صحن، كبيه وكبي 3 4 معالق، شنو كبي ملعقتين ولا ملعقة كبيرة بتاعت كربونات، وخليه يجنب 5 دقايق كده. بعد ذاك غسليه تاني بموية عادية. المهم انا هسي كبيت 4 معالق بتاعت لبن بودرة وملعقتين سكر ولبن سايل حليب يعني. وزي ما شايفين هسي على كده خلاص العصير حقي جاهز. ويلا شفتي تشرب لك كوباية من العصير المركز ده ان شاء الله. اليوم التاني رمضان ما بتحسي بيه ذاته، بتصومي شفتي كأنه ما حصل شي. زي ما شايفين عصير